السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلب الأعزاء، يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. النهاردة طبعا طالعه لكم على السطوح أصور لكم الزرع بتاعنا، الأشجار. استنى يا مودي يا مدمودي عشان ما تظهرش في الكاميرا. فطبعا مودي طبعا دي أول شجرة. طبعا السطح لسه ملخبط كده زي ما حضراتكم شايفين. دي اول شجره الا وهي شجره ايه يا مودي؟ برافو عليك، شجره ايه؟ الليمون. طبعا دي شجره الليمون، هي متقزمه طبعا. نعم يا مودي، استنى انا هاجي اقول لهم على الشجره الثانيه اهو، استنى عشان نزرعها. طبعا دي شجره الليمون هنا زي ما حضراتكم شايفين، مطلعه الثمار اهي، مطلعه ليمون. يعني اتمنى تكون واضحه يا ولاد، واضحه يا اصدقاء، واضحه يا حلوين. طبعا اهي مثمرة. نشوف واحدة تانية اهي. بس طبعا شجرة الليمون يا ولاد فيها شوك اهو، الشوك اهو بتشوك اهي، الثمر اهي الليمونة. طبعا دي اول شجرة، شجرة الليمون. وجبت الراجل هنا زرعها لي خلاص في القصيص بتاعها اللي هو البرميل ده كده خلاص. ثبتها في هذا الجانب، يعني ثبتها في المكان ده تمام. وهي متقزمة، شجرة متقزمة يعني هتكبر على كده. نروح بقى. نعم. طب استنى يا مودي، مش هينفع نشغل الونش دلوقتي. تمام، هي دي شجرة الليمون. طبعا ندخل بقى على الشجرة الأخرى. مودي انت كده هتيجي في الكاميرا، ارجع بس شوية. يلا يا مودي شاور عليها، شاور على الشجرة التانية. ها، شاور يا مودي. انت اقطينا من الشجرة بقى، هغسل لك ايدك بعدين. طبعا دي الشجرة التانية برضو ثبتها لي في هذا المكان. هات يا مودي ممسحها لك، خلاص انت عكيت ايدي اساسا. ثبتها لي في هذا المكان اهو الراجل المحترم. وطبعا دي شجرة جوافة، بس دي جوافة عادية خالص، مش الجوافة الأحمرة. في نوعين من الجوافة، جوافة حمراء وجوافة اللي هي بتاعتنا العادية البناتي دي بقى الجوافة البناتي اللي أمام حضراتكم. تمام، دي أهي. شاطر يا مودي. تمام أهي. يبقى كده احنا ثبتنا شجرة الليمون هنا في هذا الجانب. طبعا كل الحاجات دي لسه هنوضبها وهنشيلها وهنكنس السطح بقى كنسة محترمة. وطبعا عشان بس كان الراجل لسه هنا في السطح لسه ملخبط. يبقى دي اول حاجه شجره الليمون معانا. تاني حاجه شجره الجوافه. طبعا دي جوافه بناتي خلاص. لسه جايبه كمان جوافه حمراء احمره، يعني اللي هي الجوافه الحمراء، الجوافه امريكاني، جوافه امريكاني جايباها لسه على السلم تحت. الراجل هيجي لي النهارده بعد العصر يزرعها لي. وجايبه كمان عنبه، بس خليكم معايا واحده واحده هنشوف اللي الزرع الاول وبعد كده اللي لسه ما اتزرعش هنتكلم عنه. يبقى كده اول حاجه الليمون، تاني حاجه الجوافه البناتي، تالت حاجه، بس يا مودي من قدام الكاميرا يا مودي. تالت حاجه دي اسمها ايه يا مودي يا مدمودي؟ اسمها شجرة الفواكه. برافو عليك اهو. مودي مدمودي اهو، مودي قلب دودي. شوفوا مودي قلب دودي طالع مصيف لكم. طبعا هي دي شجرة الفواكه. طبعا شجرة الفواكه دي ما هياش مش شجرة عادية أصدقائي، يعني هي عبارة عن ساق عن كده. يعني ده اسمه ايه؟ مش عارفة ده اسمه ايه. يعني مفيش فيها اللي هي السيقان الكبيرة الخشب، لا هي كلها عبارة عن عيدان أخضرة كده خضراء. بتمشي، بنربط لها حبال زي اللي احنا ربطناها دي وبنربطها بالحبل، فهي بتمشي ايه، بتاخد اتجاه الحبل. خلاص، دي شجرة الفواكه. طيب دي بقى ايه بقى يا أصدقائي؟ دي اسمها الفلة. طبعا كانت مطلعة هنا 3 وردات فيها، بس طبعا العصافير والحمام بتاعنا أكلوها. يبقى دي فلة، ودي شجرة الفواكه. وطبعا عندنا الجوافة البناتي. وطبعا مودي استنى. وطبعا عندنا اللي دي جوافة بناتي، واللي هناك دي اللي هي الليمونة. خلاص، نرجع بقى كمان هناك ونروح للعنبة.
طبعا دي عنبة برضو عادية خالص، اللي هي مش عارفة اسمها عنبة بناتي ولا عنبة نباتي ولا عنبة يعني ماليش في الزرع قوي، بس هي دي عنبة عادية خالص. هي دي شجرة العنب اهي. نقرب عليها اكتر علشان تشوفوا اوراق العنب يا شباب. هلا هلا هلا، الله الله على الهوا الطلق يا اصدقاء. وطبعا هي دي اهي، وطبعا ده البرميل بتاعها الفينش النهائي. طبعا كل الحاجات الملخبطه اللي على جنب دي لسه هنشيلها. تمام، يبقى احنا كده صورنا كام شجره. صورنا اداه واحد اللي هي عباره عن العنبه العاديه، هنصور كمان اللي هي ام الفواكه، ومعاها كمان الفل هناك، وهنصور كمان الجوافه، وهنصور كمان الليمون. ناقص ايه كمان؟ ناقص، حاضر استنى يا مدير، ناقص كمان جوافه احمره اللي هي الجوافيا الامريكا، جوافه امريكاني. هي على السلم تحت، الراجل هيجي يزرعها لي برضو في برميل بعد العصر ان شاء الله النهارده. وناقص كمان عنبه كريز، العنبه الكريز تحت. يعني انا جايبه عنبتين، عنبه عاديه اللي انا صورتها مع حضراتكم هناك دي، وجايبه كمان عنبه كريز، وجايبه 2 جوافه، واحده بناتي عاديه، والتانيه اللي هي الامريكاني الاحمره، وجايبه الليمونه، وجايبه ام الفواكه، وجايبه الفل اهو. شجره الفل هناك ريحتها تحفه. واخر حاجه يا اصدقائي، يلا بينا نقعد. هم مودي قلب دودي، لكن الشجرتين دول يا اصدقائي، شوفوا مودي ما شاء الله جاي يقعد فين. الشجرتين خلاص يا مودي انا قاعده اهو، بس ما تبصش للكاميرا. عباره عن ايه؟ عباره عن ده نعناع، وده كمان نعناع، ما تقطعش حاجه يا مودي خلاص. طبعا ده نعناع سعودي، وده نعناع بلدي مصري بحت. طبعا النعناع المصري البحت ده احنا كلنا عارفينه، بيتحط على الشاي وعارفين طعمه، عارفين ريحته، عارفين رونقه. طبعا النعناع السعودي التاني ده بقى اول مره اجربه، بس تحفه تحفه تحفه، ريحته فوق الوصف. بتحط ايضا على الشاي، استخدامه هو نفس استخدام النعناع العادي البلدي، لكن ما شاء الله اللهم بارك ريحته جبارة، ريحته روعة. مودي هيبوظوا خلاص. فهنا بقى هعمل ايه بس يا مودي؟ هنا عايزة اخد من النعناع البلدي ده دلوقتي حالا، وازرعه معاكم في قصيص اخر. فهضطر اوقف الفيديو، اقفل شوية واثبت الموبايل لحد ما اجيب الادوات اللي هنزرع فيها، ويلا بينا نزرع مع بعض. يلا يا مودية، قول لهم باي باي حاليا، قول لهم باي باي مؤقت. يلا يا شباب، اوروفوار. ورجعنا لكم تاني حبايب قلب الاعزاء. طبعا طلع لكم ما شاء الله عليا شكل لا يوصف. المهم طبعا دي زلطه، طبعا جبت الاناء ده او الفخار، هو مخروم من هنا، بس هحط في تحت الزلطه كده، هثبتها كده علشان تعمل كمصفايه يعني. تمام. وعندي هنا الشرب، طبعا الشرب عندي ناشف، فانا هحط بس شويه رمل معاه، هخلط بيه شويه رمل وبس. قوم يا مودي، قوم يا مودي، وقعت الميه، وهحط الميه دلوقتي. هوري لحضراتكم ثانيه واحده بس. قوم يا مودي علشان كده يا مودي هزعل منك. يلا يا مودي، قوم يا مودي، قوم يا مودي. احنا يا جماعه مش حرفين في الزراعه، لكن بنتعلم. طبعا هنا كده خلطت شويه رمل مع الشرب ده اللي هو الطينه. يا مودي هزعل منك. تمام، الطينه قربت تدوب اهي، هتدوب معانا وارجع لحضراتكم. انتظروني يا شباب. قرب هنا خلاص يدوب معايا اهو من الميه. طبعا يا جماعه اسعار الحاجات دي رخيص مش غالي.
العنبة العادية خالص ب100 جنيه، لكن العنبة الكريز ب200 جنيه. امسك يا مودي. الشجرة هي كاملة مكملة شجرة كده، العادية العنبة العادية ب100 والعنبة الكريز ب200. جايبة الجوافة، في نوعين، جوافة حمراء اللي هي أمريكي ب70 تقريبا بس يا مودي، والجوافة التانية العادية بس يا مودي. ماشي حط بس، شوف انت عملت ايه في المية. والجوافة التانية اللي هي استنى يا مودي، هات شوية رمل. والجوافة العادية تقريبا ب45، يعني حاجات رخيصة مش غالية. ايه تاني؟ الليمونة مش متذكرة بصراحة بكام يعني. شوف احنا قعدنا ايدنا عاملة ازاي من الغواصة. الليمونة تقريبا مش فاكرة 180 200 حاجة زي كده على ما أتذكر يعني. اللهم صل على النبي أم الفواكه ب90. طبعا يا جماعة لو انتم متابعينا لحد كده ما تنسوش تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مودي انت بهدلتني، تعكت رجلي يا مودي. طبعا هو ده الشرب ده احنا كنا شاريينه، كنا جايبين عربية كاملة يعني علشان تكفي الزرع اللي احنا جايبينه. طبعا انت نويتي على ايه يا دودو؟ نويت اعمل السطح كله لمودي، بس يا مودي كده عيب. نويت اعمله شجر، اشجار مثمرة، واشجار ايضا زينة اللي هي مثلا زي الفل الكلام ده، طبعا ورد وكده. وعندي ايضا كمان ورد بنفسج نستوريه لكم. طبعا دي الشرب ده من المفترض لما يدوب خالص في المية ويبقوش كده في المية واظبطه مع المية كده، اوقف بقى ايه النعناع ده فيه. النعناع ده انا اخده من النعناعة الكبيرة اللي هي دي، اخده منها اللي هو النعناع البلدي، وهحطه هزرعه في التاني خلاص. لكن النعناع السعودي ما اخدتش منه بصراحة، سايباه كده مع نفسه. هو طبعا شكله تحفة، فبس يا مودي ما تبوظش. الراجل هو اللي قال لي الطريقة، قال لي تقطعي منها كده فرع بفرع، وطبعا تزرعيه في قصيص اخر يعني علشان تعملي منه كتير. طبعا مودي اوعى كده يا مودي، سيبها هتتقطع يا مودي. طبعا هكمل مع حضراتكم وهوريها لكم في النهايه، انتظروني. شوفوا مودي انت بهدلت نفسك ازاي فتنزلي. طبعا هنا يا اصدقائي زي ما حضراتكم شايفين معايا، دي الشجره اللي انا زرعتها دلوقتي، حطيت فيها 4 عيدان من النعناع، وده النعناع الاصلي اسمه ايه يا مودي؟ النعناع البلدي، وده النعناع السعودي. طبعا اتمنى تشرفونا باشتراك تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. بس يا مودي ما تنسوش طبعا حبايب قلبي، مودي قلبي دودي من دعواتكم الحلوه. اتمنى من حضراتكم لايك 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 وكومنت حلو زي قلوبكم، وهتقول لهم ايه يا مودي؟ هتقول لهم ايه؟ اعملوا لايك واتقوا على التعليقات فوق. الله بصوا مية عاملة ازاي. الله، بقول لكم مودي يعملوا لايك واتقوا على التعليقات فوق واكتبوا كومنت. بصي يا ماما، دي الميه اللي احنا كنا قاعدين نعمل فيها. طبعا هنسيبها بس لحد ما تنشف شويه. وطبعا انا يعني مش فلاحه زراعيه في الزراعه عشان افهم قوي. عملت زي ما صاحب يعني اللي كان باعت لي الزرعه قال لي بالظبط، وعلى ما هو يوصل لي هنا بعد العصر هيوضب لي كل حاجه. طبعا كنا معكم قناه مودي قلبي دودي، وان شاء الله بعد ما يوضب كل حاجه وننضف السطح يبقى فله من كل حاجة بإذن الله صور لكم فيديو آخر. طبعا كنتوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا مودي قول لهم أوروفوار. يلا يا مودي باي باي.